السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا فاطمة. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلوك كل جديد. هنعمل النهاردة البانيه المقرمش، وهيبقى طري من جوه، وهنتعلم ازاي الطبقة الخارجية ما تفكش مننا ويبقى شكله وطعمه زي المطاعم بالظبط. يلا بينا بقى نبدأ الوصفة. معايا هنا نص كيلو بانيه، غسلته كويس بالمية والخل وهو متقطع بالشكل ده، ما يبقاش تخين قوي. هنجيب دلوقتي كيس وهنحط قطعة بانيه فيه وهندقه لحد ما يتفرد معانا. كل ما البانيه اتدق كويس واتفرد معانا هيديلنا نتائج كويسة. انا مش عايزة سمكه يبقى تخين قوي. تمام، هفضل ادق لحد ما اخد النتيجة اللي انا عايزاها، والخطوة دي مهمة جدا. كده خلاص اتفردت معايا وهو ده اللي انا عايزاه. هكمل بقى باقي الكمية. كده خلاص خلصت الكمية اللي معايا. دي بصلاية مفرومة ناعم بالمية بتاعتها، بصلاية متوسطة، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة ملح، ومعلقة 7 بهارات، كلهم معالق صغيرة. هقلب المكونات دي كلها بقى. لازم البانيه يتبل قبل ما نيجي نعمله، بيبقى طعمه حلو عن اللي انتوا مثلا حطيتوا عليه ملح وفلفل كده وخلاص. انا بتبل البانيه كده، بسيبه 2 أو 3 لحد ما البهارات والبصل اللي فيه تبل لي البانيه كويس جدا. دلوقتي بقى هنعمل اول خلطة معانا. معايا هنا معلقة صغيرة توم باودر ومعلقة صغيرة بصل باودر. هنحط ظرفين بس من المرقة الفورية، لازم المرقة الفورية. هنحط عليهم معلقة بابريكا ومعلقة ملح. هنقلب المكونات دي كلها كويس علشان احنا هنقسمها على جزئين دلوقتي. معايا هنا البيض، انا حطيت بيضتين عليهم معلقة خل كبيرة. الخل بيمنع زفارة البيض. وهحط رشة فلفل اسود. مش هضطر ان انا احط ملح علشان الملح ما يزيدش معايا كتير في الوصفة. هضربهم كويس كده بالمضرب. هنحضر الخلطة بتاعت الكفر. معايا كوباية دقيق، وده الفيجيتار السايب اللي بيبقى من عند العطار، بتقدروا تجيبوا منه الكمية اللي انتوا عايزينه. هحط عليه كيس كنور الكريسبي ده وبقلبه كده. الخلطة بقى اللي احنا عملناها بتاع البهارات هقسمها جزء على دي وجزء على الفيجيتار. والفيجيتار ده هتلاقوه عند العطار ومتوافر جدا. بيبقى شكله ولونه كده، بيبقى كريسبي كده ولونه اصفر. هقلبهم بقى كويس كده. خلاص حضرت كل حاجة. هجيب البانيه واحطه في الدقيق الاول بالشكل ده، وبعد كده هنفضه من الدقيق وهحطه في البيض. تمام، اول ما هطلعه من البيض هحطه بقى في الخلطة بتاعت الكريسبي اللي احنا عملناها. هنطبطب كده عليه بايدينا لحد ما الكريسبي يلزق في البانيه. تمام، برضو هنحط في الدقيق الاول، بعد كده ننفضه كده، بعد كده في البيض. لو انتوا حابين برضو اللي انتوا تعملوا طبقتين، يعني بعد ما تخلصوا اللي انتوا تحطوا البانيه في البيض ترجعوا تحطوه في الدقيق تاني، وبعد كده البيض، وبعد كده الكريسبي. بس انا ما بحبش اللي هو تبقى الطبقة تخينة قوي، هتقشر معاكوا وهتحسوا اللي هي مش مستوية كويس. شايفين شكله؟ انتوا مش متخيلين طعمه عامل ازاي وريحته انتوا بتقلوه كأنكوا في مطعم.
كده كل الكمية خلصت معايا. انا مش مضطرة ان انا احطه في التلاجة علشان ما يطرش معايا، انا هقليه على طول. هنجيب طاسة فيها زيت، نستنى اللي هو يسخن خالص، وبعد كده ننزل فيه البانيه قطعة قطعة. تمام بالشكل ده. مش هنقلبه اول ما نحطه، هنستنى شوية كده وبعد كده نقلبه علشان ما يبقاش طري معانا. هو اول ما بياخد شوية على النار بياخد شكل كريسبي ويبقى شكله جميل جدا. تمام، هنبتدي اللي احنا نقلبه دلوقتي. شايفين شكله خطير. لحد بقى ما نتأكد اللي هو خلاص خد درجة السوا اللي احنا عايزينها، وبعد كده هنطلعه من على النار. كده خلاص البانيه استوى معايا وخد اللون والشكل اللي انا عايزاه. هطلعه بقى على مناديل مطبخ علشان تشرب اي نقطة زيت هي موجودة فيه. هطلع باقي الكمية. هنا خلاص الوصفة خلصت، قدمتها مع بطاطس وكاتشب ومايونيز، وانتوا تقدروا تاكلوها مع اي حاجة انتوا تفضلوها. بجد وصفة سهلة جدا وهتاخدوا نتائج هايلة ومبهرة. الطبقة الخارجية دي مستحيل هي تقشر معاكم، طعمها خطير، هتعجبكم جدا متأكدة. وكل المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف، تقدروا ترجعوا لها وتقدروا اللي انتوا تضاعفوا الكمية وتعملوا كمية كبيرة. وبكده تكون وصفتنا خلصت. بألف هنا وشفا، جربوها وقولولي رأيكم ايه في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وشير، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. نتقابل ان شاء الله الوصفة الجاية. اشوفكوا دايما بألف خير، مع ألف سلامة.